ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. أتمنى تكونوا جاهزين ومستعدين لدرس النهاردة، وأكيد وصل لكم موضوع الدرس من خلال الانترو أو المقدمة اللي اتعرضت قدامكم في بداية الفيديو. الموضوع سهل وبسيط جدا، هو بس محتاجين نفهم فكرته ازاي. وهو عبارة عن فكرة واحدة، لو فهمناها هنعرف نعمل كل ده. الموضوع يعني حلو قوي، وزي ما قلت لكم بسيط. كل اللي محتاجينه بس شوية تركيز وتتابعوا الدرس لغاية النهاية علشان توصل لكم المعلومة كاملة. بس في البداية قبل ما نبدأ الشرح، حابة أشكر الكام شخص اللي كتبوا كومنتات إيجابية الوقت اللي فات على الفيديوهات اللي بتنزل على القناة عندي. بجد شكرا جدا ليكم وشكرا لتشجيعكم، فكان لازم أشكركم على حاجة زي كده. لكن دلوقتي تعالوا مع بعض نبدأ درسنا بكل بساطة كده وبكل اختصار. زي ما انتوا شايفين أنا مجهزة عندي أهو الموسيقى بتاعتي والداتا وكل حاجة تمام. هتسألوني ايه هي دي ماركرز، وهكذا دي برضو ماركرز. اتكلمنا عنها قبل كده في درس نزل على القناة، هسيبهولكم هيظهر دلوقتي عندكم في الآي اللي بتظهر من فوق. ارجعوا له واستفيدوا من الدرس. طيب أنا ليه عاملة كده؟ أنا عاملة كده ماشية مع التيمبو أو الإيقاع بتاع الموسيقى، علشان بس وقت الفيديو وعلشان ما أخدش من وقتكم كتير. فأنا مع كل تيمبو أو كل جزء عالي في الموسيقى حتى ماركر علشان أعرف إن ده اللي هبدأ من عنده الفيديو، أو هو ده اللي همشي معاه. بس أنا شخصيا بيسهل عليا كتير جدا، مش بس بمشي بالفكرة دي علشان دلوقتي بشرح فيديو أو بشرح درس، لكن أنا شخصيا لما باجي أشتغل بسمع الموسيقى مرة واتنين، فوداني بتكون اتعودت أو يعني خلاص بقت متوقعة الإيقاع بتاعها أو عارفة هتمشي إزاي. وببدأ بعد كده بالماركر أمشي مع التيمبو أو الإيقاع بتاع الموسيقى واحدة واحدة، وبالتالي بيسهل عليا كتير قوي. بعد كده ببقى خلصت من موضوع الموسيقى وبمشي بقى أظبط فيديوهاتي على حسب الموسيقى. فاعملوا الطريقة دي هتسهل عليكم كتير وجربوها. دلوقتي أنا بس عايزة أجيب الباك جراوند بتاعتي، زي ما انتوا شفتوا في الانترو كانت الباك جراوند لونها أبيض. ايه هي الباك جراوند؟ اللي هي الفواصل اللي كانت ما بين الفيديو اللي جنب بعض، الفيديوهين اللي جنب بعض. فدي أنا مجهزاها أهو، اسمها كولر ميت. هسحبها عندي كده وهاخدها وأطولها زي ما انتوا شايفين، يعني حسب الموسيقى. طيب دي جبتها منين؟ أو إيه ازاي حددت لونها؟ بكل بساطة كده باجي في آخر الفيديوهات أو في جزء فاضي وبضغط كليك يمين ومن نيو ايتم هختار كولر مات. بعد كده هدوس اوكي، بعد كده هختار اللون اللي انا عايزاه. بمجرد ما هدوس اوكي هتظهر عندي هنا في قائمة البروجكت، هسحبها على السيكونس بتاعي. وحتى بعد كده يعني حتى ما يعني بعد ما حددت لونها وبقت عندي في قائمة البروجكت، اقدر ادوس هنا دبل كليك وهيظهر لي ان انا ينفع اعدل في لونها عادي جدا. تمام. فدي فكرة الكولر مات. بعد كده هعمل ايه؟ هجيب بقى فيديو زي ما انتوا شايفين. هيبقى طبعا نفس فكرة الفيديو اللي انتوا يعني سمعتوه او شفتوه في المقدمة، لكن طبعا مش بنفس الترتيب لان اكيد مش حافظة ترتيب الفيديوهات. فتعالوا مع بعض كده اهو. هخلي ده 20، السكيل بتاعه 20. بعد كده بدل ما احرك بقى من الارقام دي والحاجات دي هدوس على كلمة موشن. ما دام انا واقفة على الفيديو نفسه هدوس على كلمة موشن واحركه هجيبه كده. تمام اهو. تمام جدا كده، حلو. خليني اقفل الكولر ميد دي اهو. بعد كده هجيب الفيديو اللي بعده، هسحبه عندي على السيكونس وهخليه برضو هنا 20. وبعد كده من موشن هاخده هجيبه هنا. لو أنا عاجبني هنا يعني دي النقطة اللي طبعا عايزاهم يمشوا علشان يبقى اللاين أو الفاصل ما بين الخط اللي من فوق أو الصف اللي من فوق والصف اللي من تحتيه، عايزة يبقى المسافة متساوية. فاجي أعمل إيه؟ بكل بساطة كده ممكن هنا أهو هدوس هنا كنترول سي وهاجي عند الفيديو التاني على نفس الرقم، لأنه الرقم ده اللي متحكم لي إن أنا أرفع الفيديو لفوق أو أنزله. فخليت كده أهو نفس النهاية علشان بس أحافظ على يعني يبقى كلهم زي بعض. أهو خلي ده 20. وبعد كده أهو يعني الحركة دي بتسهل عليا كتير بصراحة. ببقى بس عايزة أعمل الخط الفاصل ما بينهم كده وخلاص. بعد كده هجيب هكذا الفيديو اللي بعده.
زي ما قُلت لكم هو بس محتاجين نفهم الفكرة وكلّها خطوات متكررة بعد كده مش محتاجة أي مجهود يعني. أهو، تمام جدًا. هاجي بعد كده أجيب الفيديو اللي بعده، أخلّيه ده برضه 20. طبعًا حابين تقللوا المسافات دي تصغّروها يعني زي ما أنتم حابين، يعني قصدي تقللوا المسافات أو تكبّروا المسافات زي ما أنتم حابين، يعني الموضوع دي كلّها كده يعني بنمشي زي ما إحنا حابين، ما فيهاش حاجة صح وحاجة غلط. أهو، من كلمة motion هاجيب ده، هاضبّطه برضه كده. أهو، خلاص كده عايزاه كده حاجة بسيطة. برضه هاجي آخُد ال الارتفاع بتاعه أهو، علشان أمشّي الباقيين جنبي. أهو. أنا مش هافضل أشرح لكم كده لغاية ما نخلّص الفيديوهات كلّها، لإن هم 25 فيديو يعني 5 بالعرض كده و5 كمان بالطول، فيبقى كتير أوي، وأنا يعني علشان بس مدة الفيديو وأحافظ على وقتكم، أنا بس باعمل معاكم دلوقتي أول صفين علشان تعرفوا هنمشي إزاي، لكن بعد كده أنا هاكمّل وهاصارع لكم الجزء ده علشان بس إيه، يعني هي زي ما قُلت لكم خطوات متكررة، أنا بس باعمل معاكم كده علشان يعني تبقوا فاهمين الموضوع جِه إزاي، وهافهّمكم بقى التركاية إنه إزاي باعرض الفيديوهات واحد، واحد حسب الموسيقى، تمام؟ أهو، بس فزي ما أنتم شايفين كده أنا ضبّطت أهو أول صفين، تمام؟ خلّينا بقى نشوف هنعمل إيه، هاكبّر هنا ده الsequence بتاعي، مع كل marker كده دي فيها الtempo أو الجزء العالي اللي في الموسيقى، فعلشان أخلّيهم يتعرضوا واحد، واحد خلّينا بس نركّز في الخطوة دي لإن هي كل الفكرة فيها، باجي أسحب ده كده أهو، بس فأنا بالتالي خلّيت أول فيديو هيظهر مع أول جزء عالي في الموسيقى، أهو عند الmarker التاني هاخد الفيديو اللي بعده. أهو، لازم نمشيهم بالترتيب علشان لمّا يتعرضوا الفيديوهات بتاعتنا، يتعرضوا كمان بالترتيب، ما يبقاش فيديو بيظهر فوق في الزاوية وفيديو بيظهر تحت وفيديو في النُص والدنيا تبقى عشوائية، أكيد هيبقى شكلها مش حلو، لكن إحنا عايزين نمشي بالترتيب أهو، تمام، هافضل هاضبّط كده. الموضوع بسيط، يعني بأكد لكم تاني كلّها خطوات زي بعض. sorry.
تعالوا بقى هنسمع مع بعضينا الجزء اللي إحنا عملناه أهو. فيعني أهو الموضوع بسيط جدًا، شايفين؟ علشان كده الفكرة اللي أنا قُلتها لكم دي خلِّت الفيديوهات بتظهر مع كل جزء عالي في الموسيقى أو كل تيمبو، علشان مش الفيديوهات كلّها مش مُدّتها أو قصدي يعني مش كلّهم نفس البداية، أهو خلّينا نشوف شكل الsequence. شايفين في تدرُّج أصلًا إزاي؟ لإنه مش كلّهم نفس نقطة البداية علشان أنا ماشية مع الإيقاع بتاع الموسيقى، فده اللي مخلّي الفيديوهات عندي بتظهر واحد، واحد، فدي حاجة. الحاجة التانية، بُصّوا لاحظوا كده، فكرة إنه ده ظهر وبعده ده وبعده ده بالترتيب زي ما قُلت لكم علشان أنا كنت حريصة إن كل فيديو هنا بالضبط كده، الفيديو بعديه، الفيديو اللي بعديه، اللي بعديه، بالترتيب علشان زي ما قُلت لكم ما يبقاش فيديو هنا وفيديو بيظهر هنا وفيديو هنا والموضوع يبقى دوشة أوي، طبعًا ده مش تنسيق، يعني كده الموضوع بايظ منّي. بس فأنا دلوقتي هاكمّل كل الفيديوهات وهاسرّع لكم الوقت ده يعني علشان وقتكم، وبعد كده هنشوف إيه اللي حصل. دلوقتي كده أنا ضبطت باقي الحاجات كلها بنفس الفكرة وبنفس الترتيب اللي كنا ماشيين بيه، وكمان عملت الريندر للفيديو أو للسيكونس بتاعي علشان بس يشتغل معايا بكل بساطة أو يعني يبقى سلس كده. فتعالوا دلوقتي نشوف النتيجة ايه. فده كان موضوع درسنا النهاردة، وده بالظبط اللي اتعرض قدامكم أو النتيجة دي زي اللي شفتوها في بداية الفيديو. فبكده نكون وصلنا للنتيجة اللي احنا كنا عايزينها، وده كان موضوع درسنا بكل بساطة وبكل اختصار. واستنوا درس جديد كل يوم سبت وتلات وخميس الساعة 10 مساء. وما تنسوش تكتبولي في الكومنتات هل الدرس عجبكم ولا لأ، والموضوع وصل لكم بشكل بسيط ولا لأ. بس كده.